مشاهدينا الأكارم، أسعد الله أيامكم بالفرح والسعادة والسرور بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير والبركات وعيد الاستقلال المجيد. لكم مني قاسم أحمد تحية عطرة ملء المحبة والتقدير، وننوه بأن غد يوم الاثنين سيكون عطلة رسمية، وكالمعتاد نستهل النشر بأهم وأبرز العناوين. فخامة الأستاذ أفورقي يقول لا مكان للمستحيل بالمشاركة الوعية للشعب. سكان القاشبركة يؤكدون بأن يوم الاستقلال يوم عزة وكرامة. استثمار ضخم لتحسين خدمات المواصلات خلال سنوات الاستقلال الماضية. إيران سترد إذا سببت أمريكا متاعب للناقلات المتجهة إلى فنزويلا. فرنسا تعد بتبني مبدأ التعامل بالمثل وفرض حجر صحي على القادمين من بريطانيا. وأمريكا تناقش إمكانية إجراء أول تجربة نووية منذ سنة 20 عاما. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال فخامة الرئيس سياس أفورقي في الكلمة التي ألقاها بمناسبة عيد الاستقلال 29 حول استراتيجية مكافحة وباء كورونا وبرامج التنمية المستقبلية: لا مكان للمستحيل مع المشاركة الوعية والجاهزية التي يتمتع بها الشعب الإريتري. وأوضح أن هذا التهديد المباغت الذي يسبب إزهاق الأرواح بشكل ناقوس النفير ويستدعي لتعديل وتكييف سياستنا وتعاطينا مع شؤوننا، متخذين من الجائحة الدروس والعبر ومعمقين من معرفتنا وفهمنا لكافة المعطيات الموضوعية، وفصل الدليل الاسترشادي المبدئي للتعاطي مع المسألة المكون من 8 نقاط. ويشمل الدليل الاسترشادي تعزيز وتقوية القدرات الوقائية بشكل مستديم، وتطوير عملية التشخيص وضبط الحركة ورفع الكفاءة النوعية لمعامل المختبرات، وتقوية تنظيم الجهات الصحية وتنمية القدرات البشرية وتطوير قدرات إنتاج الدواء والتجهيزات الطبية، وكذلك توسيع التعاون الفني مع المؤسسات والكفاءات في الخارج. وذكر الرئيس سياس أفورقي في هذه السنة التي نرفع فيها شعار نتصدى ونتقدم، فأن تصدينا لجائحة كورونا وغزو الجراد وغيرها من الأوبئة الأخرى لا يمكن النظر إليها بمعزل عن تصدينا التنموي، وعلينا مضاعفة جهدنا التنموي. وقال فخامته نولي أيضا الاهتمام الكبير لتأثير التطورات الإقليمية والدولية، فأن انخراطنا لإرساء تعاون إقليمي يقوم على قاعدة الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية، وكذلك التطورات التي تشكل في محيطنا القريب علاوة على خبرة العامين الماضيين والسيناريوهات المرتقبة هي من الشؤون التي نعمل على تقييمها موضوعيا ونعتزم التحرك فيها بجدية. وأوضح الرئيس سياس أفورقي في ختام كلمته أن التصدي والتقدم يتطلب الوعي والجاهزية، والحقيقة التي شهدتها الفترة القصيرة لمكافحة جائحة كورونا أثبتت بأن وعي الشعب ومشاركته في التنمية ومكافحة كورونا يدعو للفخر ويشكل ضمانا راسخا للتصدي والتقدم مستقبلا. وأشار إلى أن إخلاص وتفاني قوات الدفاع والشرطة والأمن في التصدي لغزو الجراد وجائحة كورونا دليل الوفاء والأمانة وتعزيز الثقة بالنفس، وثمن جهود وتبرعات المواطنين في المهجر وهنأ الشعب الإريتري في الداخل والمهجر قائلا: اعتمادا على هذه الفضائل لا مكان للمستحيل. هذا وقد أطلقت بمناسبة الذكرى 29 لاستقلال البلاد 21 قذيفة مدفع في الساعة 6 من صباح اليوم، وتقديم برامج فنية أعدتها لجنة الاحتفالات الوطنية في الفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير الإريترية. قال سكان إقليم القشبركة إن يوم الاستقلال هو يوم عزة وكرامة ويوم تجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. وأوضح السكان أن احتفال هذا العام بيوم الاستقلال رغم اتيانه في ظرف غير عادي بسبب مخاطر جائحة كورونا، فإنها تحتل مكانة خاصة في وجدان كل إريتري، وأن تزامنها مع عيد الفطر المبارك جعل العيد عيدين.
وذكروا بأن عزة ومكانة يوم الاستقلال يقاس بالتضحيات الكبيرة المقدمة لأجله، مؤكدين على تعزيز المساهمة للدفع بعملية بناء البلاد. وفاد مراسلو وكالة إرينا بأن سكان إقليم القاشبركة احتفلوا بيوم الاستقلال بتزيين الشوارع ومساعدة المحتاجين في محيطهم والاحتفال في بيوتهم. يحتفل بعيد الاستقلال هذه السنة تحت الشعار نتصدى ونتقدم. توضح مستندات وزارة المواصلات والاتصالات بأن سنوات الاستقلال الماضية شهدت استثمار ضخم وجهود جبارة لتقديم خدمات مواصلات جيدة ونشر خطوط اتصالات متوازنة في كافة أرجاء البلاد، مما حقق نتائج ملموسة. وحسب التوضيح قبل 29 عاما كانت تقدم خدمات المواصلات في 26 خطا فقط، إلا أنه ارتفع في الوقت الحالي إلى حوالي 300 خطا. وزادت أعداد الباصات التي تقدم الخدمات في الريف بأضعافه، حيث بلغ حوالي 2700 باصا. تضيف مستندات الوزارة أنه بموجب ذلك قدمت تلك الباصات الخدمات لحوالي 2900 منطقة تمتد حتى في المناطق البعيدة. وأكثر من 85% من الشعب الإريتري يحصل على خدمات المواصلات بأسعار زهيدة حسب التوضيح. وأشارت المستندات فيما يتعلق بخدمات المواصلات في المدن، توسعت الخدمات التي كانت منحصرة في عام 1991 في أسمرة فقط بمركبات قليلة، توسعت إلى مدن عصب ومندفرة وكرن وتسني وبارنت ومصوع. ويصل عدد سيارات الأجرة والحافلات والباصات الناشطة في هذا الجانب أكثر من 2600 مركبة. وأوضحت ارتفاع شاحنات الحمولات الصلبة والسائلة من 270 إلى أكثر من 15,000، مشيرة إلى استثمارات شرعت العمل لتطوير وتوسعة خدمات المواصلات البحرية والجوية والإنترنت عبر مراحل. يواصل الشعب الإريتري التبرعات لتنمية صندوق التصدي لوباء فيروس كورونا. وتبرع متجر الرياضي الأولمبي للعداء زر سناي تهدسي للأدوات الرياضية العامة 60,000 نغفة، وجمعية الخضر والفاكهة في ميعين 50,000 نغفة، ومحطة وقود توتال عقبة هيلي 10,000 نغفة، ومصنع أبراهام وأبنائه للمشروبات الكحولية والغازية 6,000 نغفة، ومتجر بنيام للمواد الكهربائية والدراجات 5,000 نغفة، وجمعية العلم باكرا لسيارات الأجرة 3,000 نغفة، ودير أبونا منقريوس بمدينة عرزة 2,000 نغفة، وورشة رازا للتجارة والحدادة 2,000 نغفة. وفي مدينة عرزة تبرع كل من عد قولتي وقوميميت 5,000 نغفة، وعد قروتو 11,055 نغفة، وإدارة بلدة عرزة 2,500 نغفة، وعد دبزة 7,000 نغفة، وعد قاشي 3,000 نغفة، وعد حنس 6,000 نغفة، وبهنونة 7,500 نغفة، وعد مرقجة 10,566 نغفة، ومدفع والتا 8,738، وأرجزانار 8,614 نغفة، وعد بلاد 9,596 نغفة، وعد طاف 10,000 نغفة، وعد بحيلاء 12,064 نغفة، وحنزيزة 3,000 نغفة، وأروات 10,000 نغفة، وندبة بمدينة صنعاء في 15,000 نغفة، وداحية سماعة دنبلاس 5,000 نغفة، وداحية اندارومادي 15,000 نغفة، وبنبنا 11,000 نغفة، وميلام 3,000 نغفة، وعد شلموني 8,994 نغفة، وابن حيلي 12,829 نغفة، وميلحام 14,624 نغفة. وتبرعت جمعية بساتين إلى بام منكب بمدينة عد غيح 9,000 نغفة، ومطعم أولمبي 5,000 نغفة، ومتاجر فلادارب 5,900 نغفة، وغازيلا لأدوات البناء 3,000 نغفة، ومتاجر كودبعور 13,975 نغفة، وحانات ودكاكين مدينة ميعين 900 نغفة، وسياك الذهب تسفاي 2,000 نغفة، وكل من طاحونة صالح محمد برهان وكفلة صقاي 1,000 نغفة، و4 مواطنين 12,500 نغفة.
وقدم الإريتريون في السودان 1,330,000 جنيه و2,300 دولار وإلغاء إيجارات بيوتهم في مختلف مدن إريتريا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. ذكرت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية أن الرئيس حسن روحاني قال يوم السبت إن بلاده سترد إذا سببت الولايات المتحدة أي متاعب للناقلات التي تحمل الوقود الإيراني إلى فنزويلا. ونقلت الوكالة عن روحاني قوله في اتصال هاتفي مع أمير قطر: إذا تعرضت ناقلاتنا في منطقة البحر الكاريبي أو في أي مكان في العالم لأي متاعب من قبل الأمريكيين فإنهم سيواجهون في المقابل متاعب أيضا. وتشير بيانات ريفينيتيف يكون لتتبع السفن إلى أن 5 ناقلات تحمل وقودا إيرانيا لفنزويلا التي تعاني من شح الوقود تقترب من البحر الكاريبي، ومن المتوقع وصول أولها إلى مياهها يوم الأحد. وسبب الشاحنات مواجهة دبلوماسية بين إيران وفنزويلا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، إذ يخضع البلدان العقوبات الأمريكية. وقال مسؤول كبير إن واشنطن تدرس إجراءات للرد دون أن يذكر تفاصيل بشأن الخيارات المطروحة. وعدت السلطات الفرنسية بتبني مبدأ التعامل بالمثل وفرض حجر صحي لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، مؤكدة أسفها إثر قرار السلطات البريطانية فرض حجر صحي على المسافرين القادمين من الخارج لا سيما من فرنسا. وتضمن في بيان مشترك بين وزارات الداخلية وأوروبا والخارجية والصحة أنه سيطلب من المسافرين الخضوع لحجر صحي طوعي على سبيل المعاملة بالمثل. وأضاف البيان: ستتم دعوة المسافرين القادمين من المملكة المتحدة مهما كانت جنسيتهم إلى الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما عندما يدخل التدبير البريطاني حيز التنفيذ. ويربط بين فرنسا وبريطانيا خصوصا قطار يوروستار الذي يعبر نفقا تحت سطح بحر المانش. ناقشت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إمكانية إجراء أول اختبار نووي منذ عام 1992 كوسيلة للضغط على روسيا والصين. وكانت صحيفة واشنطن بوست سباقة لكشف التقارير نقلا عن مسؤول كبير ومسؤولين 2 سابقين مطلعين. وأضافت أن هذه القضية أثيرت خلال اجتماع لمسؤولين كبار يمثلون أكبر أجهزة الأمن القومي، وذلك بعد اتهامات من الإدارة بأن روسيا والصين تجريان اختبارات نووية ذات قوة تفجيرية منخفضة. وآخر اتفاقية لتحديد وضبط الأسلحة بقيت قائمة هي اتفاقية تعود لعام 2010 وتحد من الرؤوس الحربية الاستراتيجية المنشورة بين الولايات المتحدة وروسيا، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها في فبراير من العام المقبل. لكن إدارة ترامب تقول إنها لا تريد تمديدها إلا في حال إدخال الصين في مفاوضات للحد من التصلح. قال مسؤولون أمنيون بولاية خاليسكو بوست المكسيك إن اشتباكا عنيفا في أحد سجون الولايات خلف 8 قتلى من السجناء، إضافة إلى نقل 8 سجناء آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح. وقال جيراردو تافيو سوليس النائب العام لولاية خاليسكو في مؤتمر صحفي إن 3 أشخاص لقوا حتفهم بأسلحة نارية، كما توفي 4 آخرين بعد تعرضهم للضرب خلال الحادث الذي وقع في أحد سجون مجمع بوينتي جراند. وأكد السلطات فيما بعد موت شخص آخر بعد نقل 9 أشخاص في بادئ الأمر إلى المستشفى. وقالت إن الاشتباك وقع لدى مشاركة السجناء في نشاط رياضي، واعتقل 5 أشخاص بسبب دورهم المحتمل في الشجار. وقالت السلطات إنها ستحقق فيما إذا كان أي مسؤول عام قد تورط في ذلك. المشاهدون الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، ومرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير.